نكتة الموسم: مصر 0 والأردن 3. تخيل، والله العظيم أنا ما مصدق زي ما أنت حضرتك مش مصدق. تخيل بقى إن إحنا اللي لعبنا إيطاليا وعملنا عليهم ماتش ملهوش حل وفوزنا عليهم، ولعبنا البرازيل واسم مصر اللي كان يعتبر اسم معروف في عالم كرة القدم يوصل بيه الحال إن الأردن تغلبنا 3-0. للأردن اللي إحنا علمناها الكرة على إيد كابتن محمود الجوهري، اللي الاردن اساسا بقى لها اتحاد تقريبا اول امبارح، وانت جاي دلوقتي تقول لي كوره وفي مصر كوره، وتبص تلاقي اللعيبه عندنا لاعب بياخد 40 و50 مليون ويقول لك زود لي عهدي اصل انا واو. وقعدنا ننفخ في اللعيبه وننفخ في اللعيبه لحد ما ديك شايف اللي انت شايفه ده، المستوى اللي انت شايفه هو ده، هو دي القماشه اللي عندنا. لا تقول لي حلمي ولا مش حلمي يا جدعان، عشان بس تقدروا ليه الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي بيجيبوا مدير فني اجنبي. ما هي مش فقاقه العمليه، ما انا مش هقف على الخط افضل اعمل اشوح لي يمين وشمال وخلاص كده انت مدرب واطلع واحد وانزل واحد. لا مش كده خالص. والتغيير في الدقيقه 76 مطلع لي ميدو جابر ومطلع ومنزل لي مصطفى سعد ميسي. طب هيعمل ايه؟ هو ده تغيير؟ وبعد كده تطلع لاعب من نص الملعب وتنزل محمد شريف برضه تخليها، يعني انت هتلعب بثلاثه يا جدع مهاجمين وانت خسران 2-0 ورايح عليك انفرادات، انت كل شويه عليك انفراد. هو كابتن حلمي ما كانش معانا في المباراه ولا حاجه؟ ومحمد بسام، محمد بسام ولا ما يعني ما عليهوش غلط. محمد بسام عمل اللي عليه. انت كده بتحرق في لعيبه بتتحرق بلغه كره القدم. يعني ايه لعيب بيتحرق؟ انك انت تنزله في ماتش مثلا الماتش معقرب بلغه كره القدم وتبص تقول له اعمل اللي عليك. هيعمل اللي عليه ايه؟ اديك انت شايف الدفاع اللي قدامه الونش، الله يبارك لك، زفت الزفت. كريم العراقي بس النبي الواد رايح يا جدع، الواد خد الكرة على اليمين، كريم العراقي راح سابه خالص وراح يقف في المرمى. طب انت هتحرس مين يا حبيبي؟ ما تضغط على المهاجم عشان ما يروحش بالكرة انفراد، يعني هو انفراد ما تضغط انت عليه، اقفل عليه زاوية التمرير او زاوية انه يشوط. تحس ان اللعيبة زي ما يكون سبحان الله يعني شاربة بيروسول. انت ما عندكش غير 2 لعيبة لعبوا النهارده، النني ورغم انه عتيق 96 سنه، ومروان حمدي بس. وباقي الفريق بالصلاه على النبي احنا نجيب لهم كده يا جدعان اي حاجه كده يسرحوا بيها ويبطلوا كوره. ويا ريت كابتن هنا بوريده بقى كفايه بقى. يعني احنا كل يوم نطلع نقول لا خير في حسام ولا خير في حلمي، طب احنا هنفضل نعيد فيها ونزيد؟ تصدق بالله انا لو الكلام ده كنت قلته من 10 سنين ان احنا نخسر من الاردن 3-0 كانت الناس قالت عليا مجنون، وكانت قالت لا لا الكلام ده مش هيحصل. ده الكلام ده يا جدعان ولا في الفضائيات، ده الكلام ده ما يحصلش حتى في النايل سات. حاجه غريبه. اقفل يا عم.